ففي شويه اصنام كده زي ما بيقولوا لازم نكسرها قبل ما نبتدي نشتغل. احنا قلنا الكتاب بيقول لنا ان احنا لازم في الاول نبقى نمسح اي معلومات احنا كنا نعرفها عن الشغل. تمام. فتعالوا في شويه حاجات كده لازم نكسرها. طبعا كليات القمه هي في ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده الحقيقه، ويعني واتكلمت في موضوع كليات القمه. طب هو كليات القمه دي، هو احنا هنقول كلمتين عليهم بسرعه. هو كليات القمه، فكره كليه القمه قمه في ايه؟ يعني ما هو انا لما اجي اقول ان دي قمه في حاجه يعني انا لازم بقارن. تمام. طب هل هي قمه في ايه؟ هل هي قمه عشان اللي بيخرج منها كله بيشتغل؟ لا، مش هو ده اللي حاصل. انت بتلاقي مهندسين كتير ودكاتره كتير مش لاقيين شغل. طب هل هي قمه عشان مرتباتهم بتبقى كبيره؟ لا، برضو مش ده اللي حاصل. طب امال هي قمه في ايه؟ هي والله يعني في الواقع انا مش لاقي لها قمه في حاجه غير ان احنا شعب بنحب الالقاب. يعني احنا من زمان نحب من اول افندي وباشا، واحنا بنحب فكره الالقاب. فطبعا لما لقينا كليات ليها القاب زي ان هو اللي يتخرج من الكليه يقول ان انا باشمهندس على طول، او واحد معاه بكالوريوس فيبقى دكتور، فطبعا دي فكره عظيمه. وما شاء الله احنا ما وقفناش عند كده، احنا حبينا نتطور. يعني احنا لما بنيجي مثلا الصنايعي، لما بنجيب صنايعي يعمل لنا حاجه في البيت عيب نقول له باسمه، احنا نقول له باشمهندس حتى لو احنا عارفين اسمه. ولو هو شاطر في الشغلانه نقول له دكتور، نقول له ده دكتور في الشغلانه. طب ليه ما نقولوش باسمه؟ لا مش بس كده، ده احنا لو شفنا محمد صاحبنا على الناصيه ما عيب نقول له محمد، احنا دلوقتي نقول له زميلي يا صاحبي، يعني لازم يبقى فيه لقب. فهو الموضوع اصلا جاي من يعني كليات القمه جايه من فكره الألقاب، يعني مش شايفين لها، مش شايفين لها على ارض الواقع حاجه تانية خالص. طيب اللي بعد كده بقى، المفهوم اللي بعد كده لازم نقضي عليه برضو حاجه اسمها شغل كويس. ودي احنا بنسمعها كتير قوي. انا مش عارف هو الصوت واضح كويس؟ حاجه اسمها الكلمه او الاكسبريشن بتاع شغل كويس، احنا بنسمعها كتير قوي في المجال بتاعنا. يجي حد يقول لنا ايه لو سمحت ما تنصحني كده بشغل كويس. قول لي شغل كويس ليا. هو ما فيش حاجه اسمها شغل كويس، اصل الموضوع نسبي. تمام. يعني طب خلينا نسال سؤال. لو احنا حبينا ان احنا نسال كده، او احنا قررنا ان احنا كلنا هنطلع ناكل. تمام. فقلنا والله احنا هناكل اكل كويس. الاكل الكويس بالنسبه لكم ايه؟ يعني حد عنده حاجه تانية؟ تمام. طيب بالظبط كده. فمش هتلاقي ان احنا كلنا بنجتمع ان في حاجه اسمها اكله كويسه، في حاجه اسمها اكله مناسبه ليا. انا ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا مناسب ليا. تمام. فما فيش حاجه اسمها شغل كويس. يعني ما تفكرش ان انت جاي النهارده عشان تعرف، او عموما في حياتك انت بتدور على شغل كويس، انت بتدور يعني غير الاكسبريشن ده بشغل مناسب. انت عايز شغل مناسب ليك. تمام. طيب الاكسبريشن اللي بعد كده بقى معرفش. كلمه معرفش دي بنسمعها كتير لما يجي حد يقول لك ايه، انا محتاج حضرتك تساعدني. طيب اهلا وسهلا، عايز ايه؟ اصل انا عايز اعمل مشروع فلاني بس مش عارف اعمله ازاي. اصل انا عايز اشتغل في الوظيفه الفلانيه بس مش عارف ابدا ازاي. تمام. طيب هو خلينا متفقين كده ان الكليات بتاعتنا عموما ما بتخرجناش بنسبه 100% ان احنا جاهزين ان احنا نقدر ننزل ونحتك بسوق العمل ونشتغل ونطلع انتاج كمان. هو كام واحد هنا في كليه؟ طيب ما شاء الله، يعني نسبه كبيره. تمام. خد بالك بقى، بما ان في نسبه كبيره في الكليه، فحضرتك لازم تعرف ان انت في الكليه اهم من المعلومات اللي انت بيدرسوها لك في الكليه. الاهم منها ان انت وانت في الكليه تتعلم ازاي تتعلم، ازاي تعرف تعلم نفسك بعد الكليه. اصل انت وانت في الكليه المعلومات دي هتلاقي المحاضر بيخش بيديها لك بالمعلقه. تمام. لكن لما تتخرج وعايز تروح تشتغل، انت بتبقى قاعد مستني ماشي بنفس الاتيتيود بتاع الكليه او المدرسه. انا قاعد مستني ان في حد يجي يقول لي والله بص يا حبيبي انت عايز تعمل مطعم، بص المطعم بيتعمل كده، بتدور على مكان مناسب، المكان المناسب يبقى المكان الفلاني، وهتجيب ستاف، وهتجيب البضاعه منين، وعايز حد يديك الموضوع بالمعلقه. فهو الموضوع مش كده خالص. فلو حضرتك عندك اي حلم او عندك اي كارير عايز تخش فيه وبتقول اصل انا مش عارف ابتدي ازاي، ودي على فكره تقريبا كلنا في سن معين بيبقى عندنا افكار مشاريع بس مش عارفين نبتديها ازاي. فلو حضرتك لقيت نفسك بتقول اصل انا عايز اعمل كذا بس مش عارف، اعرف ان انت هتفضل طول عمرك مش عارف. هتتحلق على المعاش وسنانك هتقع وانت مش عارف تبدا مشروعك ده ازاي. تمام. فمفيش حاجه اسمها مش عارف. وبعدين خصوصا ان احنا في عصر دلوقتي، انت بتتكلم في عصر السوشيال ميديا، ان انت تقدر ان انت تخش تدور. بلاش تقدر تخش تدور، خلاص الدنيا اتسدت قدامك، اتعلم باي ترايل. جرب واغلط اند سو اون. لكن مش هتلاقي حد، هتفضل واقف في مكانك مش هتلاقي حد يسقيك الموضوع بالمعلقه. طيب اخر مفهوم بقى هنقوله هو متطلبات سوق العمل. يجي يقول لك ايه،
والله بقول لك ايه، اوعى تخش حاجه غير صيدله واسنان وطب وهندسه، لان هم دول اللي بيشتغلوا، هو ده سوق العمل اللي محتاجه. تمام. ولو في ناس هنا في ثانويه عامه، في حد لسه داخل ثانويه عامه وفي ثانويه عامه؟ ربنا معاك. تمام. هتلاقي دايما اكيد اهلك بيقولوا لك بص السنه دي هي السنه المصيريه، يا تخش حاجه من كليه القمه يا اما مش هتعرف تشتغل. تمام. هو مفيش حاجه اسمها كده، دي كدبه، لان اصلا انت لو حضرتك تخش كل سنتين كده على جوجل وتعمل سيرش على متطلبات سوق العمل عالميا، هتلاقي متطلبات سوق العمل اصلا بتتغير. يعني الحاجات اللي سوق العمل عايزها بتتغير. يعني اقول لكم مثال، ايام قبل كورونا كان التدريس او المحاضرين كانوا دايما بيدوا الكورسز بتاعتهم اوف لاين، يعني فيس تو فيس زي ما احنا عاملين كده. ولو حد حب ان هو يبقى كرييتيف ويعمل الموضوع اونلاين، هتلاقي الناس تقول لك لا انا عايز اجي احضر عشان استفيد اكتر. تمام. لكن اللي حصل ساعه كورونا، اللي قدر يشتغل بس سواء المحاضرين او المدرسين او في شغلانات تانية كتير، اللي قدر ان هو يحول شغله اونلاين، واللي ما قدرش يحول شغله اونلاين قعد في بيتهم ما كانش عارف يعمل حاجه. هتقول طب دي فتره كورونا سنتين بس، لا حضرتك احنا دلوقتي اطمنا خلاص الحمد لله، ما بقاش في كورونا وقاعدين جنب بعض اهو من غير كمامات ولا اي حاجه. تمام. واحنا بنحجز على الكورس ده في ناس كتير كانت بتقول ما ينفعش احضر اونلاين، خلاص هو بقى مفهوم، الناس اللي بتشتغل اونلاين بقت مطلوبه. تمام. فما فيش حاجه اسمها ان متطلبات سوق العمل عايزه كذا وكذا، هي اصلا بتتغير.